يا شباب حياكم الله، ده ليفربول وده ريال مدريد، ودي نتيجه ماتش ريال مدريد وليفربول مالناش دعوه بيها. وانا بقى مش جاي اتكلم عن نتيجه الماتش اساسا، انا جاي اقنعك ان في بصيص من الامل لليفربول. في ايه يا فندم؟ بصيص من الامل انه يكسب ماتش العوده. هتقول لي انت مجنون يا عم، ده ريال مدريد كسب ليفربول 5-2. وطي صوتك عشان في ناس لو سمعت النتيجه دي هتقفل لنا الصفحه. انا معاك ان ريال مدريد دخل ملعب الانفيلد دخله عبيطه جدا، انا جيت ولبس جول اول وجول تاني في اول الماتش. يا حول الله، يا رب يا ربنا يستر، يا رب استرها يا رب. وجمهور ليفربول كان فاكر ان فريقهم فاق خلاص وهينتقم من ريال مدريد، بس لم يكن الليفر يدري ان فرحته لن تكتمل، وان ريال مدريد عنده تعويذه اسمها شخصيه البطل. فينيسيوس وبنزيما وباقي الشله خلصوها بجول اول وتاني وتالت كفايه ورابع وخامس. استنوا حتى ابوك يا كابتن الماتش وقعت وحتى ابوك مش هتعمل حاجه. يعني 5 تجوال يا جماعه. ما دي نتيجه الماتش، طب اعمل ايه يعني؟ بس اللي حصل بعد الماتش تحديدا يؤكد ان ليفربول ممكن يعمل ريمونتادا في قلب سانتياغو برنابيو ذات نفسه، وده موجود في قلب التقرير اللي انا جاي اكلمكم عليه. لان ليفربول بعدها قابل مانشستر يونايتد اللي كان مخرج برشلونه من اليوروبا ليج طازه، فالليفر لما عرف راح لريال مدريد وقال له انت تخسرني وانا رايح اقابل مانشستر يونايتد بعدك. ايوه النتيجه دي انت شفتها صح، ودول ال7 تجوال اللي دخلوا في مانشستر يونايتد. خلصوا الماتش ب7 بواني في وش دخية، انت متخيل؟ لدرجه ان الانسه دي كانت مفكره ان هو جول واحد وعمال يتعاد. وانا بتفرج على الماتش النهارده بتاع ليفربول ده لاحظت حاجه غريبه قوي. الجون بيدخل ونسقف ونهيص، بعدين لاحظت ان الرجاله بيتفرجوا على الاعاده، لو اتعاد الجون 10 مرات هيتفرجوا عليه، ده كمان هيسقفوا كل ما تخش جون. طب ما هو جون، ما دي اعاده، ما احنا عارفين. بس للاسف بعد الماتش العظمه ده هيتم اقاله كلوب من تدريب ليفربول بعد ماتش الارسنال. طبعا اخويا الليفرلاوي هيفرح، هقول لك لا ما تفرحش. بص كده على الماتشات اللي قبل الارسنال اللي هو هتمشوني يعني، طب والله انا هنزلكوا درجه ثانيه. وعلى الجانب الاخر ريال مدريد كان عنده كلاسيكو الكاس وقال بس حلو قوي انا قطعت الليفر على ملعبه، وبرشلونه خسران من مانشستر اللي خسروا ليفربول 7، يعني ده ايزي ماتش يعني. وبعد كل الزيطه دي برشلونه كسب ريال مدريد 1-0 في الاخر، وبكده برشلونه كسب ريال مدريد اللي كسب ليفربول اللي كسب مانشستر يونايتد اللي كسب برشلونه، يعني ده خسر من ده فده خسر من ده، فقام ده مخسر اللي خسر ده، جمعيه ودايره يعني. فانت بعد كل اللي حصل ده مش عايز تقتنع ان ماتش ريال مدريد وليفربول في سانتياغو برنابيو كل شيء وارد فيه؟ طب انا بقى باكد لك خبر حصري على صفحتي المتواضعه دي ان ليفربول هيسجل ال4 تجوال اللي ناقصينه في برنابيو، وبعدها مدريد يسجل هدف التاهل.